ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض فراخ محشيه ورز اصفر وملوخيه، يعني اكله كده شعبيه جميله، وبتنجان مقلي، الحاجات الجميله ديت. طبعا اهم حاجه عندنا ان احنا هنعمل النهارده الفراخ بتاعتنا بطريقه جباره، والرز مش هيطلع منك ومش هيفك معاكي خالص، وهيبقى بالمنظر ده. تابع معايا الفيديو للاخر وانا هوصل لك الطريقه كلها بالتفصيل. واحنا هنا بقى النهارده هنعمل مع بعض الرز بتاعنا، بس انا الخطوه دي راحت مني في الفيديو. انا كنت مقطعه بصل، شوحته وحطيت عليه الكبد والقوانص، ونزلت عليه بقى بالبهارات والقرفه والجنزبيل وورق لورا، ونزلت عليه بالكركم وملح وفلفل اسود، ووطيت عليه البوتاجاز سبته يستوي. وجبت الفرخه بتاعتي غسلتها كويس قوي ودعكتها بالملح والفلفل، وبصلايه مبشوره كده من جواها. وهنا هنبتدي بقى ان احنا نحشي الفرخه معانا بعد ما الرز خلاص يعني شبه اللي هو يعني استوى، يعني ما يكونش مستوي قوي ولا ني، يكون ايه وسط. ونيجي بقى هنا نحشي الفرخه بتاعتنا بعد ما دعكناها بالبصل. ولازم بقى نحشي الفراخ بتاعتنا كويس قوي من الجنبين وتحت الجلد بتاعنا، ما تقلقيش طبعا انا مش هخليها تفك معاكي خالص. هقولك على الطريقه دلوقتي بالظبط ان هي تسلقيها وتعمليها ما تفكش معاكي خالص. اهم حاجه التقفيل بتاعها يا جماعه، لازم تجيبي ابره وخيط وتبتدي انك تقفليها كويس قوي، وتحشي بقى الحشو يكون مظبوط كده من عند الرقبه من فوق. ما تقلقيش مش هتفك معاكي، لان الابره والخيط هما العامل الاساسي معانا. وتيجي بقى الفرخه من هنا تعمليها كده، لازم تكتفيها كده زي ما بيقولوا عشان ما تهربش منك. ويا جماعه لازم بقى ايه يكون جنبك ابره وخيط مخصصين بتوعك للطبخ، ما يكونش ليهم اي استعمال تاني عندي. وتبتدي بقى ان انت تجيبي بقى وتقفلي بالمنظر اللي انا هوريهولك ده، ما تخليش اي مكان فيها يكون فيه فتحات خالص. وده ليه بقى؟ عشان الشوربه لما هتخش جوه الفرخه هتخليها الرز بتاعك يطلع منها. فطبعا الخطوه دي مهمه جدا انك تعمليها، مش هتطلع الرز معاكي. وتقفلي بقى كويس قوي. وهنا بقى ابتديت ان انا اقفلها معاكم كويس قوي زي ما انا قلت لكم. اهم مرحله هي مرحله التقفيل يا جماعه. لازم تمسكي الفرخه من تحت، ما تخليهاش اي مكان فيها خالص في اي فتحات تدخلك شوربه ولا تدخلك اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى انا عملت ايه؟ الوضع يعني ايه بسيط جدا قدامكم. وتيجي بقى عند الرقبه من فوق كده بالخيط وتقومي قافلاه. انا اهم حاجه عندي ان انا اوريكم التركايه ديت في الفيديو كله، لان هي دي المهمه يعني. ولو كنت وصلت معايا لغايه كده اعرف من اني بلد بتتابعيني، واللايك والشير الحلو بتاعك. وجيب بقى من عند الظهر بتاعها كده، الخطوه دي مهمه جدا بحيث لما تفتحيها ما تلاقيش فيها زفاره ولا تلاقي فيها دم ولا اي حاجه. لازم بالسكينه كده وتروحي مديها ايه كذا خبطه كده من الظهر عشان ما تدخل معاها الشوربه من جوه وما يبقاش فيها اي دم من جوه. وهنا قطعنا البصلايه وحطيناها، هنحط بقى شويه فلفل اسود، وهنحط بقى ورق لورا، اي حاجه بقى انت حباها في الشوربه، مستكه، اي حاجه انت بتحبي اضافيه ماشي تمام. حبهان. ونيجي بقى البتنجان الحلو بتاعنا ده. طبعا انا مش هقول لكم ان انا البتنجان بعمله احسن حاجه، لا، بس لازم تتابعي معايا الفيديو وتشوفي البتنجان ده انا بعمله ازاي ومش هيشرب معاكي زيت وحاجه تحفه. ابتدي بقى ان انا افتحه كله كده واقطعه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وهبتدي بقى ان انا ايه اقليه معاكم، اغسله بقى كويس. وهنا انا خلاص بقليه اهو على الجنبين، حطيت له شويه ملح. وهو بتقليه طبعا ما بياخدش معاكي اي وقت خالص. وهنا بقى كان معايا فلفل احمر، دقيت عليه فصين توم كده، ما تكتريش التوم. وزودي بقى في الليمون على قد ما تقدري. والخل طبعا بيخليه هايل، ليمون وخل وتوم، يعني ما تحاوليش بقى ايه تجودي في اي شيء تاني. ومعاكي ان هو شويه شطه، شويه ملح. وابتدي بقى قلبي الخلطه دي كويس قوي. واعملي بقى البتنجان بتاعك تبليه بالشكل دوت زي ما انت شايفه كده بيطلع تحفه. اهم حاجه يا جماعه في البتنجان الليمون والخل وشطه وملح، ما تحطيش كمون، ما تحطيش بقى اي حاجات تانية اللي هي بتغير الطعم دي، لا. التركية دي هتفرق معاكي جامد قوي. وزودي الفلفل الاحمر عن اي حاجة. احنا كده خلاص بقى خلصنا الفيديو بتاعنا. لو احنا عجبناكم لايك وشير للفيديو يا حبايبي، والسلام عليكم.